الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه، وبعد. مرحبا بكم في هذه السلسلة، وهي عبارة عن ردود على شبهات الصوفية حول دعاء غير الله تبارك وتعالى. ومن الشبه التي يروج لها الصوفية حول دعاء غير الله تبارك وتعالى والاستغاثة بمشايخهم وبأمواتهم وبأوليائهم المزعومين من دون الله تعالى شبهة يا محمد. شوف 90 ماذا يقول الرجل إذا خضرت رجله؟ يقول شنو؟ يقول يا الله ولا يقول يا رسول الله؟ انت قول يا الله، ما منعناك، لكن ما تكفر من قال يا رسول الله. انت قول يا الله، ما منعناك، انت ما عندك ثقة في النبي وتعتقد النبي ما بينفع، قول يا الله، صلي على النبي. فصل في الرجل إذا خضرت. عن الهيثم بن حنش قال كنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فخدرت رجله، فقال الرجل أذكر أحب الناس إليك، فقال يا محمد. اللي بحب النبي يقول يا محمد، اللي بحب النبي يقول يا محمد. الرد على هذه الشبهة، هذا الأثر جاء بروايتين. الرواية الأولى عن الهيثم بن حنش قال كنا عند ابن عمر فخدرت رجله، فقال له رجل اذكر أحب الناس إليك، فقال يا محمد، فكأنما نشط من عقال. هذا الأثر ضعيف لوجود علة، وهو الهيثم بن حنش، وهو مجهول. قال عنه الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في الكفاية صفحة 88، قال الهيثم ابن حنش مجهول، رواية ضعيفة. أما الرواية الثانية عن مجاهد قال خضرت رجل رجل عند ابن عباس، فقال له ابن عباس اذكر أحب الناس إليك، فقال محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر موضوع، لأن في سنده غياث ابن إبراهيم النخعي، وهو كذاب وضاع. قال عنه إمام الجرح والتعديل يحيى ابن معين في كتاب تاريخ بغداد للإمام البغدادي رحمه الله تعالى، قال غياث ابن إبراهيم النخعي كذاب. فالأثر الأول ضعيف، والأثر الثاني تاع ابن عباس موضوع. ثانيا، الله سبحانه وتعالى نهى في كتابه عن دعاء غيره، سواء كان ملك أو رسول أو نبي أو قبة أو ميت أو البرعي أو الكباشي أو الصائم ديمة أو التجاني أو ترعفين أو يتحسون، كما قال الله عز وجل ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، أي من المشركين. وقال الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. عشان كده الصوفية بيغشوا المساكين وبمشوا القرى هناك بعيد، يؤصلوا للناس الشرك وعبادة الشيوخ وعبادة الفكية من دون الله تعالى بواسطة هذه الشبهات، وهي أوهى من بيت العنكبوت. إما شبهة تكون موضوعة، وإما تكون شنو ضعيفة يصلها للناس. وده كله يا جماعة ماله؟ ده ترويج للشرك بالله تبارك وتعالى. والله عز وجل حذرنا من الشرك، كما قال الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.